لو انت جديد اسحب لك كرسي، ولو انت قديم انت عارف مكانك. اهلا بيكم في مغامرة جديدة في عالم اركانوكس. فيديو كل الناس كانت مستنياه علشان تعرف جيرالت حب كام واحدة، ويا ترى كام واحدة حبته، وهل يينيفر فعلا هي حب حياته زي ما هو بس اللي مقتنع؟ النهارده اخترت لك اهم نساء غيروا حياة جيرالت، واغلبهم هيفاجئوك. من غير مقدمات طويلة اعمل لايك وسبسكرايب علشان عايزين نوصل ل10,000 متابع على نهاية السنة دي، ويلا بينا. معروف ان الويتشرز عديمي المشاعر، وده جزء من الاكاذيب اللي اتشهرت عنهم بسبب كتاب اسمه الوحش حقيقة عشيرة الويتشرز، اللي سمعنا عنه لأول مرة في ماضي جيرالت كويتشر جديد مستغرب ان العالم بيكرهه فعلا مش مجرد اشاعات. التجارب اللي تمت على الويتشرز بالفعل صلبت مشاعرهم بشكل كبير، لكن ده راجع لقسوتها وللأهوال اللي شافوها. لكن في منهم كتير معروفين بطباعهم المختلفة، لامبرت الغاضب دايما، اسكل المهذب اللي بيحب يضحك مع البشر لدرجة انهم بيحبوه جدا، وجيرالت اللي بيداري عصبيته من الغباء بالتريقة والهزار. لكن كلهم بيشتركوا في حاجة مهمة، انهم ما يقدروش يكون لهم اطفال او يسببوا حمل السيدة، ورغبة في الامور الجسدية ما بتنتهيش. يا رب تكونوا فهمتوا. وبما اننا اتفقنا على الامور دي، يبقى هتفهم ليه قائمة السيدات في حياة جيرالت طويلة جدا، وصلت ل 28 اختيار عاطفي في الالعاب. شايفك يا اللي كنت مضيع كل فلوسك في حانة الباسيفلورا فرع نوفيجراد، ها؟ وحوالي 10 أو 12 سيدة في الكتب، ده غير الشخصيات غير المعروفة. وهي بتدرس الطب في جامعة أوكسنفورد، شاني بتتفاجئ بصديق قديم جدا كان بيشتغل أستاذ لعلوم الموسيقى معاها، بيديها رسالة مضمونها تروح تقابل ويتشر في واحدة من حانات المدينة. صديقها ده كان اسمه جوليان، لكن احنا نعرفه باسم دانديلاين، وكان هربان من رجالة واحد اسمه سيجسموند ديكسترا. ولما وصلت للويتشر قدم نفسه باسم جيرالت، وعرفها انه محتاج مساعدتها في الإيقاع بساحر نار. الإعجاب بينهم ما كانش ليه مقدمات، برود جيرالت وتصميمه على مهمته حسسها انها تعرفه من زمان لانها بتحارب في الشوارع من صغرها. حياة شاني لا كانت سهلة ولا بقت سهلة في اي مرحلة حتى لما ماتت في عمر 90. بيعرف منها جيرالت انها دايما شايفة ان شكلها هو لعنتها، شعرها الناري القصير وبنيانها الرياضي بسبب الحركة المستمرة، والسهر الطويل للدراسة وقعها في طريق واحد اسمه ريانس، ساحر كان بيحاول يتمحك فيها لما كانت بتبيع سلع طبية مهربة عشان في المقابل تاخد كتب ومعلومات تساعدها في دراستها. بس لما ذكرت اسمه جيرالت عينيه نورت، وقرر انها تفضل معاهم اكتر بما ان عدوهم بشكل ما واحد. يمكن من أسباب إعجاب جيرالت بيها كونها بتجمع بين حزم الرجالة وفهم المرأة لقوتها الناعمة، وكانت جزء محوري من الإيقاع بريانس لأنها تحايلت على تاجر السلع المهربة ده بدعوى إنها معجبة بيه، وخلته يفتح الجسر للفريق كله عشان يكملوا المطاردة. لكن أول ما جيرالت قابل ريانس ووقع في فخ محاربة الإخوة ميشيلي، المعركة كلفته دم كتير لأنه أصيب إصابات كبيرة، وعجبه واستغرب التزامها الشديد بدورها كطبيبة لأنها حاولت تعالج العصابة اللي ما خلاش فيهم حتة سليمة بصرف النظر عن الجانب اللي هم معاه حتى قبل ما تعالجه هو. بعد الحدث ده حاولت تقوي علاقتها بجيرالت، لكن إصراره على استكمال إيجاد بنته كان دايما حاجز بينهم، واسم كان بيردده دايما يينيفر. ولأن شاني مختلفة كانت بتفوز بمشاعره كل ما يعدي على أوكسنفورد، وكل ما الإحباط يدخل لقلبه كانت بتفكره بواجبه اللي عايش عشانه. وقالتها له صراحة إنها لو واجهت اختيار ما بين واجبها كمعالجة أو إنها تكمل حياتها معاه، هتختار واجبها دايما بدون تفكير. دونا عن كل اللي عرفهم، كانت شاني من النادرين اللي مش محتاجينه ولا بيطالبوه يعيش معاهم أو عشانهم. حتى لما حصلت معركة كبيرة دخلتها كفارسة معالجة غصب عن قائد المعالجين الحربيين، والحاجات اللي اتعلمتها والمعلومات اللي عرفتها بقت بتقولها لكل الطلبة الجدد بعدها بسنين، وبعد موت جيرالت بعد ما بقت عميدة مدرسة الطب في أوكسنفورد. ونسيت جيرالت وما سمحتلوش أبدا إنه يعملها كعلاقة عابرة. الحكاية المرة دي مختلفة جدا. إيسي ديفن أو ذات العين الصغيرة بسبب شعرها اللي دايما نازل وبيغطي عينها الشمال، شفناها بالفعل في الألعاب بس تحت اسم شخصية مختلفة اسمها بريسيلا. بس اللي شفناه حاجة وقصتها مع جيرالت كانت مختلفة تماما، لأن علاقتها بيه بدأت بأنها أهدرت كرامته قدام الناس كلها. خلينا أحكي لك. وقتها كان مرافق دانديلاين في مدينة اسمها بريمرفورد لأنه كان هيغني في فرح واحد من الأغنياء هناك، وفي الاستراحة قابل منافسة دانديلاين
إيسي. لما إيسي ديفن راحت تسلم عليهم، جيرالت كان غير مهتم ومن غير ما يقصد أهانها بشدة، فما كان منها إلا إنها ردت له السخرية بأسوأ منها وخلت كل المدعوين يضحكوا عليه. وبعد حوار طويل مع دانديلاين بيلاحظ جيرالت إن رفيق دربه مش بيتكلم عنها بشكل مقزز زي أغلب البنات اللي عرفهم. حس في نغمة احترام ومحبة صافية واضحة جدا في كلامه، ولما سابه وطلع المسرح دور عليها عشان يحاول يعتذر لها. ولما سكت جيرالت وما أضافش أي حاجة بعد الاعتذار، فوجئ إنها بتسأله أسئلة كتير جدا عشان حسب كلامها حاسة إنها عايزة تعرف عنه أكتر، ولقاها بتحاول تفهم آلامه وتجاربه وشخصيته وإيه اللي عرفه وشافه كإنسان مجبر يكون ويتشر. وفضل الكلام بينهم يطول، وجيرالت لقى نفسه بيميل بشفايفه ناحيتها، وفي عينيه شافت شبح خوفها، شبح شخص مستعد لسبب ما يختارها هي ويرمي مهمته القدرية حالا. والحركة اللي عملها دي خلتها قفزت من مكانها برعب. توقع جيرالت انها هتهينه تاني، لكن مفيش اي حاجة حصلت. تاني يوم وهو بيحاول يلاقي سفينة تاخده في طريقها، لقاها بتدور عليه وعندها عزم واهتمام اعلى بكتير من الاول انها تعرفه بشكل اكبر، كأنها بتحاول تشاركه آلامه من غير ما يطلب ومن غير ما تعرفه. استغرب الاهتمام غير المشروط ولا المربوط بسابق معرفة. دي حتى بدأت تحكي له عن طفولتها وانها كبرت جنب البحر طول عمرها، وعرضت عليه تاخد قارب وتوصله للمكان اللي عايزه، وبيوافق. خلال الرحلة ذهاب وعودة بيعرف عنها أكتر وبيحس إنها شبهه. ولما بيرجعوا بينتهي اليوم بيتكلم عنها مع دانديلاين اللي بيقول له إن إيسي البنت الوحيدة شديدة الجمال اللي حس ناحيتها إنها مسؤولة منه، دايما حاسس إنها محتاجة لحمايته ودعمه. وتاني يوم لما بيتقابلوا، إيسي بتتجاهل كلام جيرالت وفجأة بتصرح له بمشاعر حاسة بيها. قالت له إنها شافت فيه شخص فاهم مشاعرها كويس وما بيخافش من الظلام اللي جوه روحها وعاشت معاه سنين. من غير تفكير بيقول لها إنه مش حاسس ناحيتها بالانجذاب الكبير اللي هي متخيلاه، وإن الموقف اللي عاشوه وقت الفرح كان اندفاع لحظي منه، وإنه مرعوب إن مشاعرها عظيمة الحجم ما تلاقيش من ناحيته أي حب ناحيتها، يمكن إعجاب، تقدير، خوف على براءتها زي صديقه، لكن حب مفيش. بس ده اللي دار جوه دماغ جيرالت. في أرض الواقع كانت إيسي ديفن دموعها مغرقة الأرض، لأن جيرالت رده على مشاعرها كان صمت تام ولا كلمة. لما بتنتهي أيام الفرح اللي كانت بتأدي فيه مع دانديلاين، التلاتة خرجوا من المدينة، لكن دانديلاين لاحظ انهم زي ما يكونوا محرجين من بعض، فوقفهم في نص الطريق وقال لهم انهم مش هيتحركوا من هنا الا لما يتكلموا في مشاعرهم الغريبة ناحية بعض. وفعلا صرح لها جيرالت بان مشاعره مملوكة لحد تاني، بس بيفاجأ بيها بتشكره على صراحته ووضوحه وعدم رغبته في استغلال مشاعرها. ولما الليل بيجي وكلهم بيناموا، وبسبب حواسه اللي ما بتنامش بيلقط جيرالت صوت دانديلاين جنبهم بيعزف أغنية حزينة جدا عن ويتشر وقعت في غرامه شاعرة تبناها البحر، ومأساتهم لما أشعارها حاولت تاخد سيوفه بالحضن، لكن كل كلمة قالتها ماتت على نصل سيف. أغنية ما سمعهوش بيغنيها تاني ولا مرة. قبل ما يتفرقوا، جيرالت ادالها عقد من الجواهر وفي نصه لؤلؤة زرقاء نادرة، وطلب منها هو ودانديلاين انها دايما تلبس العقد ده وما تقلعوش ابدا عشان يفضلوا طول الوقت معاها. ووافقت وكلهم اتفرقوا. لكن بعد 4 سنين في نفس المكان كان دانديلاين راجع معاها في اتجاه الغابة الجميلة اللي عرفها فيها زمان، بس المرة دي ما كانتش بتبرزه بالكلام واللحن، كانت راقدة فاقدة للحياة في مؤخرة العربة اللي سايقها، ميتة بسبب مرض الجدري اللي دمر بلاد كتير، ودفنها في الغابة مع العقد اللي معرفش يخلعه من قبضة ايدها، والعود وذكرى جيرالت اللي عمرها ما فرقتها ولا هو فرقها. دي بقى حكايتها بتبدأ مع جيرالت قبل ما احنا شخصيا نقابله في الكتب والألعاب بأكتر من 6 سنين كاملة، في جلسة سهر كده مع دانديلاين اللي كان بيحكي له وقتها عن مغامراته العاطفية الكتير. قال له ان في نفس الوقت اللي كان بيحضر فيه علشان يسافر على مملكة سنترا كان هو هناك بالفعل، وبسبب شهرته وقعت في غرام صوته واحدة من النبيلات متجوزة من ملك منطقة مش فاكر هو اسمها، لكن بما انه ما بيقدرش يستقر بمشاعره زي الطير الحر سابها. بس الإشاعات اللي طلعت بسبب علاقتهم دي فضحت الموضوع لحد ما الحكاية وصلت لجوزها، اللي بنكتشف ان هو كان الدوق بتاع بوكلير. واللي ما كانش يعرفه دانديلاين ان جوزها ده اللي اي نعم كان بيخونها مع طوب الارض عرف الخبر وحبسها وهددها انها لو ما اعترفتش بمين اللي خانته معاه هيخلص منها.
بس تحت التهديدات دي كلها أنا هنريتا أفصحت عن اسمه، وجوزها بالفعل أرسل جواسيسه وراه عشان يتخلصوا منه، وكمان حط جايزة للي هيجيب له قلبه، عشان قرر إن هو هياخد القلب ويطبخه ويجبر أنا هنريتا تاكله قدامه. لكن لأن شعب توسانت بيحب دانديلاين فمحدش بلغ عنه خالص ولا عرفه أي خبر. وبعد ما جوزها مات ب4 سنين وبالتالي المطاردة انتهت للأبد، قدر يتحرك عادي في أرجاء المملكة. طبعا دلوقتي بتسأل نفسك السؤال اللي كان بيدور في دماغ جيرالت وقتها، أنا مالي بالحوار ده كله؟ فجيرالت بيسأله هو انت بتحكي لي كل ده ليه؟ وكانت الإجابة لأن احنا هنتحرك من هنا دلوقتي ونروح على مملكة توسانت علشان دي المرحلة الجاية في بحثنا عن سيري. فقال جيرالت رده المشهور. العلاقة دي كانت وبال على جيرالت ورحلته، لأنهم بمجرد ما وصلوا دانديلاين وأنا رجعوا لبعض ولا كأنهم شباب صغيرين ونسيوا المهمة تماما، لدرجة إن دانديلاين قرر ما يكملش ويفضل معاها. وبقى جيرالت بين نارين، يكسر قلب صديقه ويجبره يكمل، أو يقتنع ويسيبه يكسب حاجة هو نفسه خسرها كتير. الحب المرة دي كان الحب ما بين صديقين ورفيقين درب، مش جيرالت وامرأة. وبما انه كعادته ما بيعديش يوم من غير ما يلبس جيرالت في مصيبة، أنا هنريتا بتقفشه في أحضان واحدة من سيدات المجتمع وبتقرر تعدمه هو والمجموعة كلها. لكن جيرالت وريجس اترجوها تفكر تاني وكان رفضها قاطع. لكن مع المنطق اللي عرضوا عليها ريجس، ويقال انه اضطر يستعمل قدراته للسيطرة على عقلها، غيرت رأيها بصعوبة لأنها تنفيه من توسانت للأبد. الموقف ده بين لجيرالت حاجة عمره ما صرح بيها، انه قد ايه بيحب دانديلاين وبيخاف عليه جدا. محبة تزايدت بعدها لحد حماية بعض من الموت المحقق اكتر من مرة. وزي ما شفنا في النهاية، دانديلاين فقد شغفه للحياة بمجرد موت جيرالت، وعزل نفسه عن الحياة كلها لحد ما انتهت حياته هو. لما جيرالت كان على الطريق أو الباث في بداية رحلته، بدأت بنت قريبة من سنه رحلتها في المكان اللي بيرجع له دايما عشان يعالج جروح عقله وجسمه، معبد ميليتالي. الراهبات هناك لقوا بنت على أبوابهم قررت تتعلم على إيديهم، وعشان تثبت التزامها أخدت عهد بالصمت واتعلمت السحر والعلاج، وكانت من أهم وأقوى المتدربات الجدد، لدرجة لفتت نظر أم جيرالت التانية نينيكي. وفي أول كتاب مفترق الغربان زي ما عرفنا من الفيديو ده، جيرالت بيقابل أول ستريجة في حياته كويتشر وبيتصاب إصابات قاتلة. ولما بيوصل للمعبد، نينيكي بتسيبه في رعاية المساعدة الصغيرة أيولا لما لقيتها مهتمة بيه من نفسها جدا، بتتابع حالته، بترجعه من الموت حرفيا أكتر من مرة. ولما جيرالت بيصحى بيكون وشها أول شيء بيشوفه. نينيكي ما كانتش بتسيبها لوحدها معاه لمجرد انها شاطره، لكن لانها لاحظت ان جيرالت لما هلاوسه بتزيد وهو فاقد الوعي، الشخص الوحيد اللي بيقدر يسيطر عليه هي ايولا، لسبب غير مفهوم دايما هادي في وجودها، ودايما بتلاقيها في اوضته حتى بعد ما رجع لوعيه. استمرت علاقتهم فترة طويلة حكالها فيها قصص كتير عن حياته ورحلته، وده بالمناسبة كان مدخلنا لقصص كتير جوه الرواية. ايولا كانت بتسمع في صمت، بتراعيه بمحبة وصبر، وبتتحمل اندفاعه وتجاهله لمشاعرها طول الوقت. واللي كان نفسها تقوله لكن عهودها منعتها، انها الشخص الوحيد اللي شاف جيرالت الضعيف، وشاف المعاناة اللي بين كونه إنسان وكونه وحش بيحارب وحوش. على الناحية التانية، جيرالت كان بيتعامل معاها إنها بنت جميلة ومعجبة بيا، وده كان طبيعي من جيرالت اللي في الوقت ده في بداية طريقه كان دايما في بيوت المتعة، زي ما علمه أستاذه بريستون هولت، اللي قال له إن العملات اللي بنكسبها لازمتها استمتاعهم وشراء المتعة دي، ومعاها السلاح اللي يضمن عملات أكتر وأكتر. لحد ما جه يوم ودخلت نينيكي عليهم غرفته وطردتها منها، وقالت بطريقة تخليه يسمع كويس إنه واخدها من واجباتها ناحية أهداف أحسن، لكنه فهم إن الكلام ليه هو، وإنه تسبب في تحويلها من معالجة وساحرة متخصصة لمجرد رفيقة، وكمان من غير نص دقيقة يفهم فيها هي بتعمل ده ليه. لما نينيكي بتساعده يجمع دروعه ويجهز للخروج، في الخلفية بنشوف أيولا على وشك كسر عهود صمتها عشان تطلب منه يستنى، إنه يديها فرصة تقوله إنه مستحق للحب والسلام اللي كان عايش فيه معاها. نفس الكلام ده كانت كتبته في أوراقها لنينيكي، اللي ردت عليها بإن صيادين الوحوش أحيانا بيتعلموا منهم الوحشية. فاكرين حزام الوصفات اللي جيرالت بيلبسه على صدره أو وسطه وبيشيل جزء منه في صندوق على روتش؟ الصندوق ده كان اختراع أيولا أصلا. قررت قبل ما يمشي تعمل شيء يخليه أسرع في مواجهة أعدائه، من غير ما يضطر يقف ويخلط ويشرب ويضيع وقت ممكن يفرق بين الحياة والموت. لكن في الموقف ده، أول ما إيدها لمست إيده وهي بتديهوله، فجأة خرجت منها صرخة كأنها لمست لسان من البرق ووقعت مغمى عليها.
محدش عارف السبب ولا فهم شافت ايه، لكن لو تابعنا قصة جيرالت هنعرف انها بعدها بسنين اضطرت تكسر عهد الصمت لما سيري راحت بعدها تدور على جيرالت عندهم. لكن السؤال هنا، ايه النهاية او الاهوال اللي شافتها في لمسة اليد دي؟ خلينا نتفق على حاجة، أنا عارف إنك بتحب تريس، بس المفاجأة إن تريس ما كانتش بتحب جيرالت إطلاقا، على الأقل في الأول. كل اللي بينهم ده كان مبني على خدعة خدعتها له عشان عندها فضول تعرف هو إيه اللي عاجبه في صديقتها اللدودة يانيفر، بس الكارما عملت فيها أسوأ من خيالها. تاريخ تريس غير مميز، بدأت تاخد جزء من الشهرة بعد ما بدأت تتصاحب على ساحرة اعتبرها أساتذتهم أسطورة كان اسمها يانيفر أوف فينجربرج، وتدور السنين ويبعدوا عن بعض لحد ما تسمع إن يانيفر على علاقة بواحد شغال ويتشر، فحاولت تعرف يانيفر مكانها فين وعرفت توصل لها، وقدرت بالسحر تقنع جيرالت إن مش هي اللي بتحبه، لا ده هو اللي واقع في غرامها بخلاف يانيفر تماما. تجربتها نجحت وعلاقتهم استمرت في الخفاء، لكن مفعول تأثيرها عليه قل لأنها على مهارتها في الوصفات السحرية زي اللي اديتها له. كان المضحك إنها هي شخصيا عندها حساسية من الوصفات دي، فلما شربتها معاه جالها رد فعل شديد تجاهها والتأثير بالتالي كان أقل. ولما المفعول زال جيرالت ابتدى يحس بذنب عنيف على إنه وافقها، والسحر انقلب على الساحر. جيرالت مشاعره ناحيتها اتغيرت تماما وبين لها انها بالنسبه له اخته على اقصى تقدير، في نفس الوقت اللي كانت هي فعلا وقعت في غرامه وحاولت بكل الطرق تقنعه بنفسها، لكن فشلت واهانت نفسها جدا في المرحله دي. وجيرالت اتهرب منها كتير واحترامه ليها قل بشكل ملحوظ، لانه فهم ان اللي هي حاسه بيه دلوقتي هو نفس احساسه بالذنب ناحيه يانيفر. من اول اللحظه دي تريس دورها بيتحول لدور البديله، بديله يانيفر عند جيرالت لو غابت كتير، بديله الام لسيري لما قوتها بدات تخرج عن السيطره، بديله الصديق الراجل اللي بيجيب للويتشرز في مدرسه الذئاب كل اخبار العالم اللي بره. لكن لما عشيره الذئاب حست ان الذئب الابيض مش بيثق فيها 100%، بقى دايما في شعور ان في شيء ناقص في معاملتهم ليها. الكارما اللي اتكلمنا عنها ضربت تريس اكتر من اي شخص، ولحد نهاية القصة كان دورها محوري اي نعم في الامور السياسية واختراق المدن اللي بيمروا منها، بس الحياة الزائفة اللي عاشها جيرالت معاها لمدة مش قصيرة كانت اشد عقاب لكذبها. قلبها فضل متعلق بيه وهو مش شايفها او عامل نفسه مش شايفها، لان احساسه بالذنب لخيانته ليانيفر كان اكبر من قدرته على التصرف. بقولك ايه، ما فكرتش كده مع نفسك؟ بما ان دانديلاين مات وسيري اختفت في الزمن وجيرالت نفسه ويانيفر يحتمل انهم ماتوا، امال مين اللي بيحكي لنا قصه جيرالت؟ بنت صغيره قاعده في حضره واحد عجوز ضرير، لكن تحسه شاف كل كلمه بيحكيها كانها حقيقه، وفي وسط حكاياته بدات البنت تحس ان في شيء بيناديها. البنت دي كان اسمها نيموي، وهي السبب بالمناسبه انك عرفت كل التفاصيل دي عن جيرالت واعوانه. اتولدت بعد انقطاع اخبار جيرالت بحوالي 70 سنه، ووقعت في غرام شبحه وشخصيته لما سمعتهم من حكايات الراجل العجوز. بس ايه وجه اهميتها لملحمه الويتشر؟ من طفولتها وهي معجبه بكل شيء عن جيرالت، صداقاته القويه لحد بوابات الموت حرفيا، حبه العابر للصعاب ليانيفر برغم كونها باتفاق الاغلبيه اسوأ اختياراته، ابوته لسيري ومطاردته لشبحها لاكتر من نص حياته بدون هواده ولا ملل. كل دي قصص خلتها محتاجة تقابله وتطارد شبحه زي ما هو كان بيطارد سيري، لدرجة انها قررت تبقى ساحرة زي حبيبته يانيفر. وتمر السنين وبتدخل أراتوزا، وفي يوم من الأيام مع حبيبها في الغابة بتشوف حصان اسود قوي بيتحرك بهدوء وسط الأشجار ناحيتهم، وفوقه واحدة حست انها تعرفها من زمن طويل، بنت بجسم قوي طويلة على ظهرها سيف، شعرها زي شعر الويتشرز، وفجأة بقت واقفة قدامها وبتسألها سؤال غريب: احنا امتى؟ كانت سيري بنفسها، لكن ما كبرتش يوم عن حكايات الراجل العجوز. وقبل ما نيموي تنطق بكلمة سيري اعتذرت واختفت، ومن هنا بدأت ملحمتها الشخصية. في برجها اللي عاشت فيه بدأت تجمع أي حرف عن جيرالت وأصحابه، كل لوحة رسمها فنان عن حكاياته، كل كلمة اتكتبت في كتاب أو حكاها جد الطفل قدام النيران، حتى أي أغنية عن الويتشر وصاحبه المطرب طردت أصحابها واشترت منهم أغنياتهم المكتوبة. كل ده جمعته عشان ترسم بيه لوحة عملاقة تجاوب سؤال مهم: هو البطل الأسطوري ده حقيقي؟ غرام نيموي بجيرالت كان من نوع غريب، وقعت في حب شخصية حقيقية لكن الناس خلتها أسطورية. كل سطر لقيته تلته حقيقة وتلتينه أكاذيب أو تهويل أو أساطير.
بس روحها قالت لها انها لازم تشارك في ملحمته بأي شكل. فقررت من البرج ده تراقب المنطقة اللي ظهرت فيها سيري، لان كل الكتب والقصص اللي جمعتها وقفت عند كون سيري عديمة السيطرة على قدراتها وان جيرالت بيدور عليها. وفي وسط افكارها فجأة بتظهر سيري فوق البحيرة اللي تحت البرج، وفي نفس الثانية بتناديها نيموي، وبتكتشف ان دي فعلا سيري بس من سنة 1268، توقيت اخر ظهور لقصتها وقصة جيرالت في التاريخ المكتوب. وبتناديها وتقول لها انا عارفة هساعدك ازاي، وبتاخد عدسة التواصل السحري من جنبها وبتحطها قدام لوحة مرسومة على سجاد قديم لقلعة اسمها قلعة ستيجا. كان شيء جواها بيقول لها انها لازم تعمل ده حالا. سيري في وسط كل ده بتقول لها انا فاكراكي، لكن في وسط دموع نيموي اللوحة بتبدأ تتحرق وبينعكس من نيرانها بوابة سحرية قدام سيري بالظبط توصلها بقلعة ستيجا. نيموي بتودعها وبتتمنى لها الخير، وفي وسط دموع الفرحة بتختفي سيري تاني. جيرالت بعد معركة ستيجا ووسط الدم والدموع وجثث الأصدقاء بتحضنه سيري، وجواها سؤال استغربت توقيته انه ينط في دماغها دلوقتي: هي مين سيدة البحيرة اللي قابلتها دي؟ بالمناسبة لو لسه ما خدتش بالك، نيموي هنا في الرواية هي انت الشخص اللي بيدور على قصة جيرالت وعايز يعيشها من خلال لعبة او مسلسل او فيديو. هنا انا مش هقولك زي الناس التانية قصة هم اتقابلوا ازاي ولا حبها امتى ولا موضوع الجني والتنين الذهبي، تقدر ترجع للفيديو ده وهتعرف منه كل حاجة. لكن تعالى شوية نتكلم في سؤال المليون دولار: هو ليه جيرالت وينيفر أسوأ وأحسن اختيار لبعض؟ اللي أنا شايفه إن اللي ما بينهم ده هو تمثيل كامل لحاجة اسمها الارتباط التجنبي، أو في علم النفس avoidant attachment. يعني الشخص اللي كل ما يقرب من حد بالزيادة حتى لو بحب بيلاقي دايما طريقة إنه يبعده عنه، بيأكد دايما إنه كويس جدا لوحده مش محتاج مساعدة من حد، وإن أي علاقات إنسانية بالنسبة له هي حبسة أو خنقة. ولو رجعنا قصة الاتنين هنلاقي إنهم حالات واضحة للحكاية دي، لأن جيرالت هو طفل وحيد أجبر على مصيره، أمه سابته من غير حتى أي توضيح لقصته أو سبب فعلها. وينيفر طفلة مكروهة من البداية، اختارت لنفسها مصير كان تمنه إنها تفقد الشيء الوحيد اللي كانت بتتمناه، إنها تبقى أم. الاتنين دول الحياة علمتهم إنهم يحموا نفسهم بنفسهم، ولو لاحظت فأقرب علاقاتهم هي مع ناس يا إما أضعف منهم بشكل أو بآخر، يا إما ناس بيشاركوهم نفس الآلام. والجزء الماكر والعبقري من وجهة نظري في الرواية إن جيرالت وينيفر فعلا حبوا بعض حتى من غير الأمنية الأخيرة اللي الجن اداها لهم، وده اكتشفوه لما ربطتهم بالأمنية دي انتهت. بس وجود الأمنية كان مهم لأنه حافظ على وهم إنهم مرتبطين بسبب قوة أعلى منهم، وفي المقابل كانت كل تصرفاتهم ومشاعرهم ناحية بعض انفجارات شعورية يتبعه هجران طويل. لو القصص اللي فاتت واللي جاية علمتنا حاجة عن جيرالت اللي الناس فاكراه محطم قلوب العذارى، فهي إنه دايما بيدور على نفسه، على نسخة منه، وكل ما يقرب من النسخة دي يبعد ويحقر وجودها ويمشي. إلا ينيفر دي واجهت صلافته بصلافة أعلى منها، حبه بحب، جنونه بجنون، هجرانه بهجر لمدة سنين. محدش فيهم كان بيتراجع ودايما ماشيين عكس بعض، لكن بدون وعي في نفس الطريق ناحية بعض كل مرة. ولو رجعت الروايات هتلاقي فيها بوضوح قصة اسمها شيء أعظم أو something more، كلها تلميحات إن سيري هي الرابط الأوضح لعلاقتهم. هو بيدور على دور ونداء في الحياة اللي دخلها مجبر، وهي بتدور على حلمها بالأمومة، وسيري جت عشان تبطل حجتهم هما الاتنين. أما الشيء المضحك المبكي إن سيري كانت برضو موجودة لما الاتنين يقال إنهم ماتوا، وعشان هي الوحيدة اللي فهمت ده أخدتهم بعد موتهم المفترض لمكان مجهول يقال إن اسمه جزيرة أفالون، بعد آخر الوقت فيه له قوانينه المختلفة وبيعدي أبطأ من العالم الطبيعي، والموت فيه له حسابات مختلفة عشان تحاول تديهم فرصة تانية للحياة. الشيء الأسمى اللي كانوا بيدوروا عليه حرفيا قدر إن هو ينقذهم أو يديهم نهاية سعيدة. انتهت الحكاية ودلوقتي دورك يا صديقي على الباث. لو فعلا الفيديو لمس شيء جواك او كشف لك حقيقة ما كنتش تعرفها، ما تعديش من غير ما تسيب اثر، لايك وقول لي في كومنت مين اكتر واحدة شايف ان جيرالت ظلمها اكتر من الباقيين. ولو عاوز تدعم اركانوكس بجد وتخلينا نكبر، خد لينك الفيديو والفيديو سكرين شوت ونزله في ستوري عندك على انستجرام واعمل لي تاج وهشوفهم كلهم، والفيديو الجاي هيبقى فيه شاوت اوت بالاسم لكل الوحوش اللي دعمونا. هدفنا 10,000 متابع قبل نهاية 2026، والسبسكرايب هو اللي هيوصلنا للرقم ده عشان نكمل في كشف أسرار العوالم اللي بتحبوها. سلام.